واش عمرك جربتي بطبوط بلادلك والنتيجة كتكون مضمونة 100% وغادي تفاجئكم؟ السلام عليكم. هاد البطبوط هذا درتو بلادلك بلا تمارة، ومع ذلك جا مفشفش وخفيف كيدوب في الفم. الحشوة اقتصادية وهي محبوبة جميع الأمهات المغربية، وكذلك متوفرة في كل دار. غادي ندوزو دابا مع بعض باش نشوفوا الوصفة. بالنسبة للعجينة خديت هنا واحد القصرية، درت فيها واحد جوج ديال الزلايف ديال الفينو وجوج زلايف ديال الفورس وغربلتهم، وغادي نزيد عليها معلقه ديال الخميره ديال الخبز. الملحه كنديرها في الجنب باش ما كتعطلناش الخميره على حسب الذوق، وواحد المعلقه صغيره ديال السكر اولا يمكن لكم تعوضوها وديروا العسل. كنجمع هاد العجينه هادي بالماء دافي، ما كندلكهاش انا بزاف، يلاه كنجمعها وكندير القوام ديالها كيكون مرخوف من الاول. كندير القوام هذاك اللي بغيت نحصل عليه، يعني خصها تكون العجينه ديال البطبوط كتكون مرخوفه. صافي يلاه كنجمعها بحال هكا، يعني غير الدقيق كيدخل فيه الماء وكنغطيها، كنخليها واحد ربع ساعه كتطلق راسها وكتدلك راسها. كنزيد عليها غير واحد الرشه ديال الماء وكندير لها غير بحال على هاد الطريقه هذه صافي، وكنجمعها. بالنسبه ليا هذا كافي للدليك، يعني بلا ما تدلكو بزاف، حيت كنعرفوا البطبوط خصو يتدلك وخصو واحد التماره كبيره. انا هذه هي الطريقه ديالي، وكيخرج تبارك الله مفشفش وكيجي رطب وخاوي من الداخل. صافي فاش كنجمعها كندير واحد المعلقه ديال الزيت وكندخلها على هاد الطريقه هذه، وكنرجع كنخليها تخمر المره الثانيه. من بعد ما كتخمر ها نتوما شوفوا شتي كيفاش دايره. ودابا ما خداتش بزاف ديال الوقت ديال العجينه، ورغم ذلك دايره ديك البويقات بحال اللي تدلكات بزاف. خديت واحد البلاطو رشيت فيه واحد شويه ديال السميده، وكنبدا كندير كويرات ديال البطبوط على الحجم اللي بغيتو. انا غادي يجيوني متوسطين، الا بغيتو تصغروا ديروا قل. غادي ندوزو دابا باش نشوفوا الحشوه. هنا خديت واحد المقله درت فيها شويه ديال الزيت، وكندير هنايا البصله مع واحد الحبه ديال الفلفله مقطعه رقيقه. يمكن لكم تزيدوا الكميه تضاعفوا اولا تقلوا على حسب العجينه اللي درتو. وهنايا عندي جوج حبات ديال الخيزو مقطعين رقاقين، غادي نشحرهم معاهم واحد شويه، وغادي نزيد عليهم الكورجيت حتى هي غادي نشحرها حتى كيطيح هاد الخضره كلها كطيح. عاد ديك الساعات كنزيد عليها التوابل. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو فيها عندي الملحه والبزار وفلفله حمراء وشويه ديال الهريسه ومعلقه كبيره ديال الصوجه، وغادي نزيد عليهم واحد شويه ديال السكينجبير، المعدنوس قياس معلقه كبيره، وفي الاخير غادي نزيد واحد الكميه شويه كبيره ديال الزيتون اللي كيكون مقطع، زيدوا شويه دقدقوه باش ما يقطع لكمش العجينه. غنزيد عليها واحد الحك ديال طون ديال المطيشه. هاد الحشوه اقتصاديه كما شفتوا وكتجي بنينه بزاف. هنا كنخلي حتى كتبرد ديك الحشوه، وكندوزو دابا للبطيبيطات ديالنا. غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيت، غادي ندير واحد الدهنه غير خفيفه باش كتعاونها هكا ما كتبقاش كتلصق العجينه في يدينا. وكنقرصها واحد شويه من الوسط، وكنركزو على الجناب باش ما كيجيوش غلاضين فاش كيتجمعوا. كنديروا فيها الحشوه على حسب الكويره اللي عندكم، الا كانت صغيره غتهز لكم قل. وصافي كنبداو كنجمعوا بحال هكا بحال الشكل ديال الرزيمه على هاد الطريقه هادي، وكنوليو كنسدو مزيان هذيك الفتيحه باش ما كتخرجناش منها الحشوه. هاد الطريقه هادي كتجي الحشوه في الطياب كتجي دايره على هذيك الخبيزه كامله، ما كتجيش واحد الجهه فيها وواحد جهه كتجي خاويه. صافي من بعد فاش كنجمعها كنحطها في السميده. انا هذه الطريقه ديالي كيعجبني البطبوط يكون شي شويه حرش. غنزيد معكم وحده اخرى. بالنسبه للحشوه ما توصلوهاش حتى للجناب باش ما تخرج لكمش، وتبقى هذيك العجينه فاش كتجمع كتبقى نقيه، يعني ما كتبقاش الحشوه على برا. بحيث في الطياب الا خرجت الحشوه كتبقى كتحرق، وكيدير في البطبوط كتكون ديك الريحه ديال الحرق. صافي من بعد ما كملت الكميه كامله
انا حتى كنكمل الكميه عاد كنبدا نطيب باش البطبوط يزيد ياخذ يرتاح واحد شويه. بالنسبه للحشوه راني كنت وجدتها قبل، عاد صوبت العجينه، حيت البطبوط ما كياخذش واحد الوقت كبير ديال الخميره. صافي هنا كنبدا كنبسط البطبوطه ديالي، والمقله حطيتها كتسخن على نار متوسطه باش ما كيتخطفوش وما يبقاوش من الداخل معجنين. انا كنبسطها مزيان حيت غادي يوليو مازال يتنفخوا، راه فيهم الفرص كيطلعهم اكثر وفيهم الخميره. كنرش واحد شويه ديال الزيت وكنبدا كنحط في البطبوطه ديالي. انا عندي المقله شويه كبيره، غادي تهز ليا 3 متوسطين. نتوما كديروا القياس ديالكم. البطبوطه غير كتحط كتبان لك شدات راسها واحد شويه، يعني تقريبا ديري لها غير واحد دقيقه د المكانه صافي، وكتبدا كتقلبيها في البلاصه باش ما ديرلكش هذوك البويقات من الفوق وتخسر لك المنظر ديالها وما كيجيش منفوخين. وفي الطياب ها نتوما كتبان لكم تبارك الله راه جا منفوخ ومفشفش. ها نتوما بالنسبه للبطبوط ديالنا ديال هاد النهار، هذا هو بطبوط، اعتبروه اكسبريس، اعتبروه بطبوط خفيف خفيف ظريف. هانتوما كيفاش كيجي من الداخل، راه كتجي الحشوه معمره عليه كامله وكيجي بنين 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 بزاف، وراه كيجي كيذوب في الفم. هانتوما غير في التقطيعه ديالو كيتبان لكم وكيبان لكم كيفاش جا. وبقاو ليا شي بيضات بلا حشوه درتهم هكاك، طيبتهم هكاك وجاو حتى هما تبارك الله منفوخين وجاو غزالين. هانتوما كتشوفوا دابا هادو شي مره الا كنت مشغوله اولا عندي شي حاجه هكا درتها كميه قليله غادي نعاون بها. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي من الداخل. وفي الاخير كنقول لكم الا عجبتكم الفكره ديال هذا البطبوط هذا جربوه وقولوا لي في التعاليق كيفاش جاكم، وما تنساوش ديروا لايك والبارطاج باش توصل الفكره لكل اللي باغي هكا الوصفات الناجحه والبسيطه والاقتصاديه. ويلا وخليتكم على خير، بالصحه والراحه.